لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جريمة قتل أمام ابتدائية عبد القادر لميتي بحي بن عاشور. الضحية تعرض للقتل بعد خروجه من المسجد وتوفي على يد جاره. الضحية الذي تم قتله يدعى محمد غزيل ويعمل نجار في بلدية بني تامو في الثلاثينات من عمره، وهو إنسان مصلي وإنسان يشهد له القريب أسبق من البعيد أنه إنسان عاقل وذو أخلاق، وهو من رواد المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجريمة وقعت بسبب نباح الكلب، وانتهت بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب الخلوق على يد جاره الخمسيني وابنه القاصر. وقام القاتل بطعنه بآلة حادة سطور، والمعلومات الأولية تقول أن الجاني في حالة فرار، في حين تدخل مصالح الأمن على جناح السرعة للتحري ومعرفة ملابسات القضية. الجريمة شكلت حالة من الحزن والصدمة في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة ومعاقبة القاتل المجرم والقصاص والإعدام له في أسرع وقت ممكن. رحم الله الشاب المغدور، وربنا يأخذ حقه من القاتل المجرم. ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته. تعازينا القلبية لعائلة ومحبين الضحية.